بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر في أكتوبر 1801 سابت وراها 3 قوى بتتصارع على حكم مصر: العثمانيين والمماليك والإنجليز. العثمانيين ودول أصحاب السيادة، البلد أساسا كانت تحت الحكم العثماني وجيشهم كان بالفعل موجود في مصر وكان ليهم الإيد العليا. وفي الواقع الفترة ما بين يونيو 1801 ويونيو 1805 كانت فترة مليانة بالاضطرابات. ده لأن اتولى في الفترة ديت حكم مصر 8 باشوات، 2 منهم اتقتلوا والباقي انطرد لأنهم كانوا ملزمين بمرتبات الجند، واللي كانوا من أعراق مختلفة أو تقدر تقول كده مرتزقة. فلو ما دفعت لهمش رواتبهم يا هيعزلوك يا هيموتوك. ونظرا لأن الأوضاع في مصر ما كانتش أحسن حاجة وقتها، اضطر الباشوات دول إن هم يستولوا على أموال الناس، إما بالعافية أو بالضرائب. الإنجليز ودول بعد ما دخلوا مصر وعرفوا أهميتها صمموا إن هما ما يخرجوش منها، وكانوا عايزين يسيطروا على شواطئ مصر الشمالية بحجة التعاون مع المماليك أو التحالف مع العثمانيين. بس الطريقين دول اتسدوا بسبب المفاوضات اللي كانت دايرة وقتها ما بين فرنسا والدولة العثمانية، واللي حاولت انجلترا بكل الطرق ان هي تعطلها. لكن المفاوضات دي تمت واسفرت على صلح إميان سنة 1802. بموجب الصلح ده اتفقت انجلترا وفرنسا ان هما الاتنين هيتنازلوا عن كل ممتلكاتهم اللي اكتسبوها في حرب فرنسا في مصر. وانجلترا بالفعل سحبت كل جنودها من مصر. بس برضو انجلترا ما يأستش ان هي تفضل موجودة في مصر، عن طريق ان هم ابتدوا يعاونوا المماليك، فحاولوا يجيبوا عفو عن المماليك من العثمانيين. وفي المقابل لما المماليك يوصلوا للحكم هيكون للإنجليز سلطة موجودة في مصر. وقتها كان في 3 أسامي بارزة من المماليك في مصر: محمد بيك الألفي وإبراهيم بيك وعثمان بيك البرديسي. الإنجليز اختاروا محمد بيك الألفي وخدوه لبعثة في إنجلترا، واتفقوا معاه على الخطوط العريضة أو السياسات اللي هيمشوا عليها لما هو يحكم مصر. لما رجع محمد بيك الألفي لقى إن كل أتباعه تم تصفيتهم عن طريق البرديسي وإبراهيم بيك بمعاونة محمد علي اللي كان مؤيد ليهم. ومحمد علي وقتها كان أحد القادة المسؤولين عن الجنود الألبان اللي موجودين في مصر. وبكده اتقفلت كل الأبواب في وش الإنجليز إن يكون ليهم أي يد في مصر ولو بشكل مؤقت. اما المماليك بقى فكانوا هم الاضعف او الاقرب للزواج، وده لانهم اولا ما كانوش متفقين مع بعضهم وكانوا بيقتلوا في بعض، ده غير ان المصريين كانوا بيكرهوهم، زائد ان العثمانيين كانوا بيصطادوهم واحد ورا التاني. وبسبب الاسلوب اللي اتبعه العثمانيين مع المماليك قامت مواجهات ما بين العثمانيين والمماليك سنة 1802، انتهت بطرد الجيش العثماني وتفريقه في الدلتا كلها. طبعا المسؤول الأول عن اللي حصل ده هو محمد علي، واللي رفض إنه ينضم للعثمانيين. محمد علي هو أساسا تبع الجيش العثماني، بس ما كانش في مصلحته إن العثمانيين ينتصروا، لا هو كان في مصلحته إن المماليك يبقى ليهم الإيد العليا. وهنا هنتكلم شوية عن محمد علي. محمد علي في المواجهة اللي كانت ما بين الألفي وإبراهيم بيك والبرديسي خد صف إبراهيم بيك والبرديسي، لأن الألفي كان من ورا منه الإنجليز، كان من مصلحة محمد علي إن الإنجليز يخرجوا من مصر. لما بقت المواجهة ما بين المماليك والعثمانيين خد صف المماليك عشان يخرج العثمانيين من مصر. وده طبعا لأن محمد علي كان عارف إن الحلقة الأضعف في ال3 هم المماليك، عشان كده لحد ما وصلوا للحكم خد صفهم عشان عن طريقهم يقدر يطرد العثمانيين والانجليز وما يبقاش هو اللي في الصورة لحد دلوقتي. بس طبعا كان في قوة رابعة موجودة في الوقت ده، قوة ولا الانجليز ولا العثمانيين ولا المماليك خدوا بالهم منها، بس محمد علي خد باله منها، وهي الشعب المصري. الشعب المصري اللي عن طريق المجالس والدواوين اللي اتعملت له عرف يعني ايه حياة سياسية، عرف يعني ايه حقوق وواجبات. ما بقاش هو الشعب الجاهل اللي هيقبل الخضوع، لا محمد علي عشان يقدر يسيطر على حكم مصر كان عارف ان المصريين لازم يطوعهم ليه او يضحك عليهم. اتولد محمد علي في مدينة قولة سنة 1769 ميلادية لسلالة ألبانية. أبوه إبراهيم مات وهو صغير، واللي رباه عمه توسون، وانضم للجيش العثماني عن طريق عمه وفضل يترقى في الرتب لحد ما جه وقت الحملة الفرنسية.
وانضم محمد علي تبع الألبان للجيش العثماني المتطوع ان هو يجي يحارب الفرنسيين في مصر. والحقيقة ان محمد علي ما كانش جاي في نيته ان هو يحارب الفرنسيين، هو كان جاي في نيته ان مصر تبقى تحت سيطرته، تبقى بتاعته هو، لان كان شايف الاوضاع وكان قاريها من بدري قوي. محمد علي كان شغال في مصر بذكاء مش بقوة، كان بيخبط القوى اللي موجودة في مصر في بعضها لحد ما تيجي اللحظة المناسبة اللي هياخد فيها الحكم لنفسه، وده بالفعل اللي حصل. وركز معايا بقى في الحتة اللي جاية. لما انسحب الانجليز من مصر سنة 1802 سلموا المماليك وش الوش مع العثمانيين، والمماليك وقتها ما كانش عندهم القوة اللي تأهلهم ان هم يواجهوا العثمانيين، فاضطروا ان هم ينسحبوا ناحية الصعيد. وفي طريقهم حصروا القاهرة. خسروا باشا اللي كان والي مصر في وقت ما المماليك حصروا القاهرة، وطلب من الجنود الألبان إن هم يواجهوا المماليك. فبأمر من محمد علي الجنود الألبان امتنعوا بحجة إن خسروا باشا ما دفعش رواتبهم، فاحنا هنقاتل ليه لو انت ما دفعتش رواتبنا؟ لا، وما اكتفوش بكده، ده عزلوه كمان. وتولى بعد منه حكم مصر طاهر باشا. بس الانكشارية ودي فرقة عثمانية ما كانتش مؤيدة لطاهر، بل كانوا مؤيدين لخسروا، فقتلوا طاهر باشا ونصبوا مكانه أحمد باشا. واحمد كان عارف خطر محمد علي، فحاول انه يستميل محمد لصف. بس محمد علي كرد فعل طبيعي منه فتح ابواب القاهرة قدام ابراهيم بيك وعثمان بيك البرديسي زعماء المماليك عشان يخشوا يسيطروا على القاهرة. وبالفعل طرد محمد علي الانكشارية بالكامل ومعاهم احمد باشا من مصر، وتولى حكم مصر المماليك بقيادة عثمان البرديسي. وفي الوقت ده بقى محمد علي عرف ان القوة اللي بقت موجودة قدامه هتبقى متمثلة في المماليك او اي والي هيجي بعد منهم، ففي الوقت ده حب انه يستميل المصريين لصفه، ففتح الشون اللي بيتخزن فيها الغلة ووزعها على الفقراء، وقدر ان هو فعلا ياخدهم لصفه. ومش بس كده، امر الالبان الجنود بتوعه ان هم يطالبوا برواتبهم من البرديسي، فالبرديسي فرض ضرائب زيادة عن المصريين فكرهوه اكتر، وقامت ثورات ملت شوارع القاهرة كلها، وراحوا لمحمد علي اترجوه ان هو يعزل البرديسي. وبالفعل محمد علي راح وحاصر مقر ابراهيم بيك والبرديسي، فهربوا منه ورجعوا للصعيد في مارس 1804 بعد ما استخدمهم عشان يخلص من الانكشارية. خورشيد باشا، محمد علي اقترح على الزعامة الشعبية ان يولوا خورشيد باشا اللي هو حاكم الاسكندرية وقتها مصر. ليه؟ لان هو كان شايف ان الوقت لسه مجهز ليه، وخورشيد زيه زي اللي سبقوه كان برضه عارف خطورة محمد علي، فبعت للعثمانيين يطلب منهم ان هم يسحبوا الجنود الالبان من مصر. وبالفعل جه امر من السلطان العثماني بكده، بس محمد علي بدعم من العلماء والزعامة الشعبية اللي كان كسبهم في صفه رفض ينفذ الامر ده. في الوقت ده بقى خورشيد باشا عارف انه مش هيقدر يخرجه من مصر، فطلب فرقة جديدة يكون ولائها ليه هو، فبعتوا له فرقة اسمها الدولاه، ودول كانوا من المفسدين زي ما تقول عاشوا في الارض فسادا، فالناس كرهتهم وكرهت خورشيد باشا. محمد علي هنا ما خدش اي تصرف ضد الفرقة دي ولا ضد خورشيد، لا هو خد وضعية انا شجرة وركن في جنب لحد ما الزعامة الشعبية بقيادة السيد عمر مكرم جوله لحد عنده وترجوه ان هو يتولى حكم مصر. وطبعا في البداية عمل فيها انه مش عايز حكم مصر، بس بعد كده وافق، وده اللي هو كان مخطط له من الاول بالفعل. وتم طرد خورشيد باشا من مصر، وفي يوليو سنة 1805 يتولى حكم مصر محمد علي باشا. العصر الحديث لمصر بيبدأ من تاريخ ولاية محمد علي مصر.